الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم هو الله. هذه هي الليلة 9 من شهر رمضان المبارك لعام 1446 من الهجرة النبوية الشريفة. ما زلنا نتحدث وإياكم عن آيات الله الكونية الدالة على وحدانيته وعلى استحقاقه للعبادة وعلى قدرته سبحانه وتعالى. هذه الحلقة نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المجيد الزنداني، الداعية المعروف، ابن الشيخ المعروف العلامة الشيخ عبد المجيد الزنداني رحمه الله، الذي كان يهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. يا مرحبا بكم. الحقيقة لا أدري من أين أبدأ الحديث، فالحديث معكم ذو شجون. الوالد وأنتم شيخنا الجليل اشتهرتم بهذا العلم الفريد الذي يعتبر حقيقة من مفردات علم هذا الزمان، والذي برز فيه فضيلة الشيخ العلامة عبد المجيد الزنداني. في بداية وباكورة حلقتنا نحب أن نتعرف على مفهوم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، ولماذا أنتم استفردتم بمفرد الإيمان عن مفرد العقيدة، الذي يعتبر غالب العلماء يستخدمونه في محاضراتهم في كتبهم، إلا الشيخ عبد المجيد الزنداني فهو يستخدم مفرد الإيمان في كتبه، بل افتتح جامعة ضخمة في اليمن كان اسمها جامعة الإيمان، ولا يزال طبعا لا تزال إن كان الوضع حاليا. هذه نريدها أن تكون مقدمة في الدخول في برنامجنا هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إشارة مهمة ونقطة مهمة جدا حول هذا الجانب، ولكنني في البداية أقول: هل ذكرت العقيدة في القرآن؟ أين العقيدة في القرآن؟ مفرد العقيدة فعلا لم يذكر في القرآن، وإنما هو الإيمان الذي ذكر في القرآن. صحيح. والعقيدة هي جزء من الإيمان، هي جزء لا يتجزأ من الإيمان، فالإيمان لفظ أشمل وأعم لمفهوم العقيدة. لماذا؟ لأن الإيمان هو عقيدة وأفعال. اعتقاد في القلب، هذه هي العقيدة، والأفعال هي استكمال هذا الإيمان. فلذلك عندما يقول ما هو الإيمان، عندما تعرف ما هو الإيمان، قال اعتقاد بالقلب وعمل باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. نعم، قول باللسان وعمل بالجوارح. قول باللسان واعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. لكن الحقيقة العقيدة هي اعتقاد في القلب، فإذا اعتقد الإنسان فهو جزء من الإيمان، ثم لا بد له أن يكمل بقية الإيمان، وإلا ما فيش فائدة. إبليس كان مؤمن، عنده عقيدة بالله، يعتقد أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق، لكنه لم يطبقها عمليا، طبق جزء وترك جزء. عندما أمره أن يسجد لآدم، نفس الشيء اليهود عندما جاءوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فعندهم عقيدة به أنه هو حق، لكن لم يقوموا بتطبيقه. عندما جاءوا إليه قالوا أهو هو، قال هو أهو قال هو، ماذا نصنع؟ قالوا نكن له العداء. إذن فهنالك حواجز منعتهم من العمل بما يقتضيه استكمال تلك العقيدة التي هي الأفعال لكي يكتمل ذلك الإيمان. فلذلك الإيمان هو الأساس لكل شيء، فلا تكفي العقيدة لوحدها. فالاعتقاد في القلب رقم 1، ثم يأتي العمل. والعمل ما هو؟ العمل عمل بالقلب أولا، ثم عمل باللسان، ثم عمل بالجوارح والأركان. فعمل القلب إلى جانب الاعتقاد هو
الخشوع لله سبحانه وتعالى، الخضوع لله سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرجاء من الله سبحانه، هذه كلها أعمال القلب جميل. الذي فيها العقيدة. ثم تأتي أعمال اللسان. أعمال اللسان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رقم واحد من أعمال اللسان. نعم. يأتي بعد ذلك قراءة القرآن. جميل. الذي جاءت في الصف الأول، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، رقم واحد قبل كل شيء. هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فالقرآن يأتي من أعمال اللسان. ثم يأتي بعد ذلك الذكر والأذكار، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. فإذا الذكر من أعمال اللسان. كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال اللسان. لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو يسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. وجاء الأمر بالمعروف في آيات كثيرة لتوضح هذا الأمر أنها من أعمال اللسان. ثم يأتي بعد ذلك أعمال الجوارح والأركان، وهي أعمال الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله وإغاثة الملهوف وإعانة الناس. كل الأعمال التي تقوم بها الجوارح من الأيدي والأرجل والأعين، كل ذلك من أعمال الجوارح. فمفهوم الإيمان مفهوم شامل يدخل العقيدة منه. فجاء الاهتمام بالإيمان ككل لا يتجزأ، لأن العمل بدون عقيدة ضياع، مثل الذين قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فهو ليس عنده عقيدة. والعكس كذلك، الذي عنده عقيدة ولكن عنده كبر إبليس أو كبر اليهود لا ينفع. أو عنده إيمان لكن يقول لك أنا مؤمن بالله. طيب اعمل، نفذ ما أمرك الله. إما لا ينفذ أو ينفذ جزء ويترك جزء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، ما دام هنالك عندك عقيدة لا بد من العمل بالجوارح والأركان والقلب. فإذا أمرك الله سبحانه وتعالى بشيء فالتزم به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جميل. طيب، الوالد الشيخ عبد المجيد رحمه الله اهتم بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية في الثمانينات والتسعينات، ثم استمر حتى توفاه الله عز وجل إلى في عهدنا هذا. ما السبب الذي جعل الشيخ يهتم، رغم أن في تلك الفترة كانت تعتبر فترة الصحوة الإسلامية، وفي زماننا هذا اليوم كثر الإلحاد وكثر الدعوة إليه وكثر أيضا الكفر وكثر كذلك الفسق والشبهات أيضا في هذا الزمن، بخلاف التسعينات والثمانينات. وما زلنا نستفيد من كتب الشيخ ومن يعني اكتشافاته رحمه الله. سؤالي، لماذا كان الشيخ يهتم بهذا؟ سؤال مهم. أولا، ما يحدث اليوم هو تكرار لما حدث في السابق من شبهات الملحدين وشبهات المنافقين وشبهات المشركين وشبهات أعداء الله الذين يبثونها لتشكيك الناس بأمور دينهم. جميل. والله سبحانه وتعالى قد أرسل هذا القرآن وهذا الكتاب لكي يثبت الناس على مدى التاريخ، وهذه الشبهات متكررة. والشيخ اهتم بهذا الموضوع لأن هذه المرحلة مر بها في عهده عندما كان عمره 17 سنة في القاهرة، عندما كان يدرس الإعدادية والثانوية في القاهرة ثم الجامعة. مر بهذه الفترة، تلك الفترة الإلحادية والشبهات والحركات من الناصرية والبعثية والقومية والاشتراكية الشيوعية الذين لا يؤمنون بوجود الله، والموجات الإلحادية التي طغت على الشباب في ذلك الزمان. نعم. فكان هنالك من يعني لا حياة بعد الموت، الحياة مادة ولا بعث بعد الموت. فانتشر عند الناس أنهم فقط الطبيعة خلقتهم، والطبيعة متكررة ومتوالدة وتنتهي، وبمجرد موتك لا يوجد أي حياة. ففي هذه الفترة عمره 16 سنة أو 17 سنة كان الأفكار تدور في رأسه، وهو درس في صغره، اهتم والده لتدريسه القرآن،
والأخلاق واللغة العربية. جميل. فهذه جعلته، هل أنا على حق ولا هؤلاء على حق؟ طيب شباب يعني تيار الطلاب في تلك المرحلة من اليمنيين ومن غيرهم، وظهرت في تلك الفترة الكراسة ما تسمى بالكراسة الرمادية. الكراسة الرمادية أن الله ليس موجود وأنه لا يوجد خالق وأن هذا كلام فارغ بيضحكوا عليكم فيه أعوذ بالله. وانتشرت بين الطلاب إلحاد. وكانوا الجنوبيين شيوعيين، الشيوعيين والبعثيين اليمن، ونعم والقوميين. عجيب. والقوميين كانوا يدعون إلى الإلحاد. يعني حتى الذين يريدون أن يجتمعوا تحت القومية العربية كانوا يدعون إلى الإلحاد على أساس ما فيش دين، ابتعدوا عن الدين. فكان يعيش صراع داخلي في نفسه، فبدأ يبحث أولا ويفكر، وبدأ بالتفكير بالأدلة العقلية. أول شيء فكر في نفسه قال: لو أنني صليت وصمت وحجيت وقمت بما أمر به الإسلام ثم مت ولم يكن هنالك حياة بعد الموت، ماذا سيضرني؟ لن يضرني شيء. ستكون صلاتي عبارة عن رياضة، وصيامي عبارة عن صحة، وزكاتي عبارة عن أعمال اجتماعية، وحجي عبارة عن سياحة، فإذا لن يضرني شيء. لكن الذي كان يفكر في أكثر قال: طيب لو مت وأنا لم أصلي ولا أصوم ولم أعمل هذه الأشياء كلها، ماذا سيكون النتيجة؟ وطلع أن في حياة. لو لم أقم بهذه الأعمال ثم مت ووجدت أن هنالك حياة بعد الموت، هنا المصيبة. فبدأ يفكر بهذا الأمر، فبدأ يفكر بالأدلة العقلية التي أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفكر فيها. أمرنا أن نتفكر بالأدلة العقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. العجيب أن كلامك يذكرني بكلام مؤمن آل فرعون لما قال: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه نعم. وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. صحيح. فالشيخ يقول: إن أنا مت مصليا ولم يكن هناك حياة ما فيش مشكلة، ما ضرني شيء. وإن مت وأنا مصلي وفي حياة إذا أنا الكسبان. هنا ولكن إن مات وهو غير مصلي مشكلة. ولا هنا المصيبة الكبرى، هنا الخسران العظيم في جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. نعم. فلذلك بدأ يفكر بالأدلة العقلية. أولا، هل هنالك خالق؟ لأنه كانوا يقولوا ما فيش خالق. هل هنالك خالق؟ فبدأ يفكر: هل يمكن أن العدم يخلق شيء؟ العدم هو عدم. نعم. لا يستطيع العدم، لا يمكن أن يخلق. وبدأ يفكر بالأجهزة والمعدات الذي حوله. هذا لابد أن يكون هنالك من صنعها، لا يمكن أن تكون وجدت من غير صانع. إذن كيف أنا الذي خلق بهذه الدقة، هذه الطاولة مثلا، ثم دخل في مرحلة كلية الطب في الجامعة وبدأ يدرس ويشرح التشريح الإنساني ويرى الدقة والحكمة الدقيقة في خلق هذا الإنسان. يقول: معقول هذا كله بدون خالق؟ لا. إذا كان خلل بسيط يحصل في تردد كهرباء لتلفزيون يبدأ يشوش، إذا هو 220 فولت وجاء 110 فولت يبدأ. فكيف بالإنسان هذا الذي يمشي بدقة عظيمة في تنفسه، في دقات قلبه، في جهازه الهضمي، في درجة حرارته، فهنا بدأ يفكر: إذن العدم لا يخلق شيء. اثنين، إذا كان العدم لا يخلق شيء إذن لا بد هنالك من خالق. طيب كيف نعرف الخالق؟ هنا بدأ يتفكر في المخلوقات. أنا أستطيع هذا التلفاز، أستطيع بمجرد رؤيتي لهذا التلفاز أن أستكشف وأن أستنبط من هذا التلفاز بعض صفات صانع التلفاز. كيف؟ صحيح. لأنني لم أرى الصانع. كيف اكتشفته؟ لأنني رأيت مصنوعاته. فمثلا هذا التلفاز يبين لي بما لا يدع مجالا للشك أن صانع التلفاز عنده علم بالكهرباء. نعم. فهو عليم، لأنه لو لم يكن عنده بالعلم بالكهرباء كيف سيعمل التلفزيون وكيف سيصل إليه الكهرباء؟ صحيح. وكيف سيضعه على 110 فولت ولا 220 فولت ولا 12 فولت ولا حسب ما صنعه؟ إذن هو عليم. سيثبت لي بما لا يدع مجالا للشك أنه يملك زجاج ويملك
الألمنيوم ويملك البلاستيك الذي شكل منها هذا التلفزيون، هذا الأسلوب الجميل فهو مالك. اتبعه الشيخ في كتبه نعم، بهذا التدرج. صحيح. كذلك يثبت لي فهو مالك، كذلك يثبت لي أن عنده قدرة على تشكيل هذا البلاستيك وقدرة على تشكيل هذا الزجاج بالطريقة التي أراها وبالشكل، إذن فهو قادر. فهذه بعض صفات الصانع سبحانه اكتشفتها من مصنوعاته. فكيف عندما أتفكر في المخلوقات الذي خلقها الله سبحانه وتعالى أستطيع أن أتفكر فيه. كان الشيخ دائما يستدل بقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذه الآية كأننا لأول مرة نسمعها من فم الشيخ. نعم، يعني ما كنا نتوقع أن الله يأمرنا أن ندرس كيف بدأ الخلق. واليوم أثبتوا بالعلم الحديث أن الخلق كان دخان. كانوا يقولوا لا، هو غبار، لكن اليوم اكتشفوا وقالوا لا، دخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. قالوا لا، هي دخان ليست غبار. الله. وحصل الانفجار. أقول هذا الأمر الذي جعل الشيخ ينطلق في هذه المسألة. نعم. فبدأ يفكر، ثم عندما رأى الكراسة الرمادية إيه؟ فبدأ يبحث ما هي الأدلة التي تثبت أن الإسلام هو الحق. أنا أصبح عندي من الدليل العقلي أن لا بد لي من خالق، لكن أين الخالق هذا؟ من هو؟ أيهما أصح؟ الإسلام ولا النصرانية ولا اليهودية ولا البوذية؟ فبدأ يبحث وهو مار وجد كتاب في المكتبة اسمه القرآن والعلم الحديث للدكتور عبد الرزاق نوفل. القرآن والعلم الحديث، وعمره 17 عاما. عبد الرزاق نوفل. فأخذ الكتاب ولم ينم تلك الليلة إلا وقد قرأ نصفه. الله. فوجد الإجابات على الكراسة الرمادية. الله. ومن هنا بدأ يشق طريق الإعجاز العلمي. لو تعطينا نبذة عن الدكتور عبد الرزاق نوفل. الدكتور عبد الرزاق نوفل هو عالم مصري في ذلك الزمان، وتكلم وأول من تكلم عن هذا الجانب، أول من بدأ بتقريبات وإشارات حول القرآن والعلم الحديث، أن القرآن يؤكد أن العلم الحديث يؤكد أن القرآن كذا كذا، وأن القرآن وأن الحقائق العلمية لا يمكن الموجودة في القرآن، الحقائق العلمية لا يمكن أن تخالف القرآن. وسأضرب مثال على هذا فيما بعد. طيب، ولد في 8 فبراير 1917 وتوفي في 12 مايو 1984 على رحمة الله عليه. فالوالد عندما بدأ أخذ هذا وهذا الذي جعله يدخل كلية الطب قسم الصيدلة، جانب علمي. ثم عجيب. بدأ يدرس على مشايخ في الأزهر في نفس الوقت، على مشايخ في العلوم الشرعية، فكان يجمع بين العلم الشرعي والعلم الأكاديمي التجريبي. فكان إذا مرت به آية من الآيات يذهب يبحث عن الكتب العلمية فيها، فإذا مرت آية في البحار يبدأ يبحث عن المراجع في كتب البحار ليبحث عنها وليسأل عنها. إذا مرت آية في علم الأجنة يبدأ يبحث عنها. وبدأت تتشكل له النواة الأولى للجانب العلمي. فألف بعد أن عاد إلى اليمن، وبعد ثورة 62 وعاد إلى اليمن، ألف كتاب الإيمان. سنة كم؟ في السبعينات، في نهاية الستينات، بداية السبعينات، نهاية الستينات بداية السبعينات. ثم ألف كتاب التوحيد الذي أصبح مقرر في المدارس في الإعدادية والثانوية. وتتفاجأ عندما تجد كتاب التوحيد تفتحه وإذا أمامك جهاز هضمي، أمامك جمجمة إنسان، أمامك بحار. فتقول إيش دخل التوحيد هذا؟ أين توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات الذي تعود الناس عليه؟ فإذا بك تجد أن هنالك شيئا آخر في التوحيد الذي يؤسس الإيمان. قرر هذا في اليمن، في المدارس اليمنية، عندما عاد الوالد إلى اليمن مع الأستاذ محمد محمود الزبيري في عام 62 عندما قامت الثورة اليمنية، وأصبح الأستاذ محمد محمود الزبيري وزيرا للمعارف والوالد وكيلا في الوزارة، وأسسوا مناهج سلسلة تعليم الواجبات الدينية، وأسسوا كتب الثقافة الإسلامية للمراحل الابتدائية. ثم ألف كتاب التوحيد من 6 نسخ للمرحلة الإعدادية والثانوية، وكان يدرس إلى عام 2002 إلى أن جاء عبد الكريم الإيرياني وسعى لإغلاقها بعد ما يسمى بتعديل المناهج في عام 2002، وألغيت من المدارس بعد أن أغلقت المعاهد العلمية. ما البديل؟ البديل ما فيش حاجة اسمها توحيد. ليش تدرس توحيد؟ يقول لك ادرس رياضيات، ادرس فلك، ادرس علوم، لا تشغل نفسك في هذه الأشياء. ولذلك طلع عندنا جيل
الآن الإلحاد الجديد الذي ظهر بسبب هذا، لكن الجيل الذي درس هذا التوحيد هو المتمسك اليوم، متمسك بدينه ويعرف لماذا؟ لأنه درس العلم والإيمان، درس أن القرآن لا يمكن أن يكون بعيدا عن الحياة الكونية، لا بل بعيدا عن الحياة الاجتماعية، بعيدا عن الحياة السياسية، بعيدا عن الحياة الاقتصادية. فاستمر الشيخ في هذا وبدأ في موضوع الإعجاز العلمي، وله قصة بعد ذلك، بعد أن ألف هذه الكتب وكذا، وكانت هنالك بعض الآيات وبعض الكذا تأتي إليه ولا يجد لها جوابا في الكتب العلمية، أو يجد جوابات ناقصة، فيقول النقص في العلم وليس في القرآن، ويبدأ يبحث 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 إلى أن سهل الله له في عام 80 ودخل إلى مكة، وكان عضوا في المجلس الأعلى العالمي للمساجد، والتقى هناك بالشيخ عبد العزيز بن باز وطرح له فكرة الأبحاث العلمية، فقال له استقر عندنا هنا وفي المملكة العربية السعودية ونحن سنفتح لك الأبواب. وعمل له رسالة إلى الدكتور عبد الله عمر نصيف رئيس جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وفتحت أبواب الأبحاث العلمية له في كل الجامعات. طيب. ومن هنا انطلق. طيب أنا لا أريد أن أسرد سيرة الشيخ نعم، في هذه الحلقة، هي مقدمة من أجل أن نعرف لماذا. أي نعم صحيح، ولكن أنا أريد أن أقف على أبرز المعجزات التي وقف عليها الشيخ واستدل بها من الكتاب والسنة. يعني فبماذا تحب أن نبدأ؟ شوف، أنا أقص لك قصة مهمة وهي بداية ونواة مهمة جدا في هذا الجانب، وهي قصة البروفيسور كيث إلمور. كيث إلمور هذا البروفيسور كيث إلمور يعتبر واحد من أكبر 5 في العالم في علم الأجنة، ويسمى أبو علم الأجنة. سبحان الله. أبو علم الأجنة، وهو رئيس جامعة تورنتو بكندا، ورئيس قسم التشريح وعلم الأجنة في جامعة تورنتو بكندا، ورئيس قسم التشريح وعلم الأجنة في الأمريكيتين، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. وهو كتابه مرجع إلى 8 لغات غير الإنجليزية. لا يوجد طالب من طلاب كلية الطب في العالم يدرس طب إلا ويعود هذا كتاب مرجع له في علم الأجنة. حتى هنا في تركيا عندما ذهبت وأخذت الكتب في بعض المستشفيات عندما كان الوالد يتعالج هناك، فكان الأطباء أول ما يدخلوا يلفتوا انتباههم: ما هذا الكتاب؟ إيش جابوا عندكم؟ أنتم بتدرسوا طب؟ فنقول لهم: لا، هذا كذا كذا، فيستغربوا. فهذا الوالد عندما كان يبحث عن وخلقنا النطفة علقة، ثم خلقنا العلقة مضغة، ثم خلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ويأتي لكتب الطب مكتوب فيها المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، ما فيش أسماء، اكتشافاتهم. ثم قرأ في كتب الطب أن الإنسان إلى نهاية القرن ال19، بداية القرن ال20، كانوا يظنون أن الإنسان مخلوق خلق كامل في مني الرجل. مني الرجل جايبينه صورة الجسم كامل، أيدي وأرجل كذا داخل المني، وهو يدخل فقط إلى الرحم لكي ينمو. ثم اكتشفوا بعد ذلك البويضة، وهذا تاريخ الطب، فقالوا لا، إذن هو مخلوق في البويضة، والمني فقط بيجي يلقحه فينمو مثل البذرة. ثم اكتشفوا بعد ذلك الكروموزومات وعاملات الوراثة والجينات، بعد أن الميكروسكوب اكتشفوا يعني طوروا الميكروسكوب وأصبح يرى، فوجدوا أنه من الجنسين، يعني من الجنسين مكون، جزء منه من الذكر وهو ما جاء من صلب أبونا آدم، وجزء منه من الأنثى ما هي من حاملات الوراثة التي، فلذلك لا بد أن يكون الخلق منهما الاثنين جميعا، ولا بد أن يتخلق منهما، ثم يحصل هنالك تتشكل النطفة، ثم بعد أن تتشكل تلك النطفة تعلق في جدار الرحم، فيسموها المرحلة 2. الأولى مرحلة 1 عندما تتشكل النطفة، الثانية مرحلة 2 عندما تشكل، ثم يدخل. لكن عندما جاء يرى الكتب الموجودة والذي تدرس في الجامعات العربية في كلية الطب، قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، قناة بالون. نعم. ثم خلقنا النطفة علقة. ما هي العلقة؟ تعلقت في جدار الرحم. نعم. وجاءت بشكل علقة. فخلقنا العلقة مضغة. تجد الجنين في هذه المرحلة كأنك مضغت شيء، أطرافه كأنك مضغت شيء. فخلقنا المضغة عظاما.
لأن كل الأولى كانت عبارة عن كتل دموية. فكسونا العظام لحما. كانت كتب الطب تقول ماذا؟ أن العظم، وهذه كلها أمور صغيرة في داخل الرحم. لا يستطيع أن لرجل كان يرعى غنما، أمي لا يقرأ ولا يكتب، يذكر مثل هذه الأشياء، أن يعرف دقائق الأمور في باطن الإنسان، يعني باطن الرحم. كان الشيخ رحمه الله فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فتبارك الله أحسن الخالقين. كان الشيخ يسأل أطباء كلية الطب من المسلمين الموجودين في كل جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الظهران، في جامعة الملك سعود، وكل ما يسألهم أيهما خلق أولا؟ كتبكم تقول أنه خلق اللحم والعظم مع بعض، أنشأت اللحم والعظم مع بعض. يقولوا نعم، وهذا الذي درسناه، وهذا يقول لكن القرآن يقول غير ذلك. يقول يا شيخ هذا شيء مجازي، القرآن يقول شيء مجازي. والأبدا، الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين أرسله إلينا، لا فيه شيء اسمه مجازي. وهو الآن الشيخ لم يقف على هذا العالم، وهو لا زال يبحث. نعم. يبحث. فيقول لهم لا، الحقيقة العلمية أن العظم قبل اللحم، وأن المعلومات اللي عندكم ناقصة، وأن المعلومات اللي وصل إليكم. فبدأ يبحث عن من هم، فوجد كثمور، أنه هذا مرجع من المرجعيات الكبرى. فتواصل وحاول الوصول معه، وله قصة ليس وقتها هذا لأنه الوقت ضيق عندنا، وله قصة. فوصل إليه واستضافته جامعة الملك عبد العزيز، وجاء، وعندما جاء جلسوا معه وطرحوا له 80 سؤالا. ما اسمه؟ كيث إلمور، بروفيسور كيث إلمور. لو الكنترول يظهروا لنا صوره. كيث إلمور. فطرحوا له 80 سؤالا. طبعا الشيخ رحمه الله نعم موجود، هذا هو. نعم. لو تعملون زوم على هذا أو تجيبون الصورة جزاكم الله خير. كنترول. نعم. فطرحوا له 80 سؤالا من تلفوني. طيب، طبعا عندما طرحت هذه 80 سؤال، هذا هو. نعم هذا هو. عندما طرحت هذه 80 سؤال قالوا الأطباء المسلمين، لا أكبر شوية، يعمل زوم. ممكن يخرجوها من النت ويعرضوها مباشرة. أيوة، اعمل زوم كمان. جميل. هذا هو العالم كيث إلمور. نعم. طبعا عندما جاء قالوا له يا شيخ، عندما سيراك بالعمة وباللحية قد يرفض يتكلم، وقد يرفض يرد على أشياء معينة، لأنه عندهم الكنيسة والعلم متضادين متحاربين. فسيخشى كذا. ما رأيك أن تجلس في غرفة أخرى ونحن نصور بالكاميرا وأنت تشوف في التلفزيون ونحن سنسأل الأسئلة وأنت تتابع؟ قال طيب. فبدأوا يسألوها الأسئلة، السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث. ففي بعض الأسئلة كان يقول أتقصدون كذا وكذا؟ فيقولوا لحظة، يروحوا لعند الشيخ الغرفة الثانية يقول تقصد كذا وكذا؟ يقول له ما ظهر الشيخ ما ظهر. فيأتون إليه يقولوا نعم كذا وكذا. فبعد أن أكمل الأسئلة 80 كاملة قال لهم اسمعوا، أنتم سألتموني أسئلة بعضها يعرفها الطفل في الابتدائية والإعدادية يجيب عليها، وبعضها إلى اليوم لا يمكن أن يجيب عليها حتى كبار العلماء. إيش الأسئلة هذه؟ ماذا عندكم؟ قالوا الاسم يا بروفيسور نور، والله إحنا نريد أن نأتيك بالشخص الذي سأل هذه الأسئلة، هو موجود في الغرفة الأخرى. قالوا جيبوا. فدخل فتفاجأ واحد بعمة وبلحية، فقال أنت صاحب الأسئلة؟ قال ماذا عندك؟ ماذا؟ قال أنا سألتك أسئلة كما قلت يجيب عنها الطفل في الابتدائية والإعدادية ويجيب عنها، وبعضها لا يجيب عنها كبار العلماء. قال ما الذي جعلكم تسألوا هذه الأسئلة؟ قالوا أن هذه الأسئلة التي سألناك إياها موجودة عندنا في القرآن الكريم، وقد ذكرها القرآن الكريم قبل 1400 عام، الحقائق التي أنت ذكرتها، ومنها أن العظم خلق قبل اللحم. الله. لأن ضمن الأسئلة أن العظم خلق قبل اللحم. فقال ذهل، قال هذا كلام لا يمكن، أنتم تضعوننا في مأزق. قالوا نحن خسرنا مليارات الدولارات حتى نصل إلى هذه العلوم، وانت جاي تقول لي قبل 1400 سنة نبيك ذكرها في كتابه؟ لا اتركوني أترى. وعاد إلى الفندق ورأى زوجته جاءت معه،
طبعا ما جابها إلى الجامعة، بقيت في الفندق. فعاد إليها قال: أتعلمين لماذا جاءوا بنا؟ قالت: لماذا؟ قالوا: يقولون لنا أن احنا كل الأشياء اللي اكتشفناها موجودة عندهم في القرآن قبل 1400 سنة. قالت: والله أنت عندما غادرت من هنا أنا فتشت في أدراج هذا فوجدت مصحف من حقهم القرآن مترجم باللغة الإنجليزية، فبدأت أقرأه ووجدت في آيات تتكلم عن الطب. الله. حتى هي نفسها حتى قالت، هي فوجدت، هي طبيبة أصلا، فوجدت آيات تتكلم عن الطب هذا وهذا وهذا. جاء اليوم الثاني إليهم قال: اسمعوا. عام كم هذا؟ هذا عام 84 تقريبا. 84. قال: اسمعوا، هذا علم، أروني. وروها المصحف، شوف الآية بتقول كذا كذا: وخلقنا العظام نحن أنشأناه خلقا نقول الذي خلقكم من ماء مهين. فذهل. قال: أنتم اليوم تؤسسون لحضارة جديدة. الله. حضارة تجمع بين العلم والدين. وبين الدين. حضارة تجمع بين الروح. وأبوه قسيس بالمناسبة. أبوه عجيب. أبوه قسيس، وجلس تلك الفترة من الصباح إلى الليل يجلس معهم. وضحوا لي حتى أنه جاء في مرحلة العلقة، جاب له الوالد العلقة التي تأتي في البرك، في البرك القديمة تأتي علقة لما تأتي الأبقار تشرب وكذا تعلق في البقرة، فجاب له علقة حية ووراها داخل الكأس وهي تمشي، وإذا هي تشبه الجنين في مرحلة العلقة. جاء له بصلصال ومضغة وأخرج، وإذا آثار المضغ كأنها في مرحلة الله، في مرحلة المضغة. وبدأ هو المضغ كأنه آثار الأضراس. آثار الأضراس مرحلة المضغة. عجيب. حتى لو خرجت صور في حالة المضغة في حالة ستجدها كما هي. كنترول لو قدرتم تطلعون هذه الصور. طيب، هذه الأشياء كلها. فذهل. عاد إلى كندا وألقى محاضرة: القرآن والعلوم الحديثة. الله. 8 حلقات في التلفزيون الكندي. سبحان الله. وسألوه بعدين اليهود، جاءوا له قالوا: يا بروفيسور مور، خافوا لأنه في ناس أسلموا بعده. يا بروفيسور مور، معنى ذلك أنك تؤمن بالله؟ قال: أنا أؤمن به. قالوا: كيف تؤمن بمحمد وأنت تؤمن بالمسيح؟ قال: أظنهما درسا في مدرسة واحدة. الله. نفس الكلام اللي قالوا ابن عمنا النجاشي. لأنه أبو قسيس قال: أظنهما درسا في مدرسة واحدة. ثم بعد فترة اتصل وقال: أريد أن آتي إلى المملكة العربية السعودية، عندي أشياء أريد أن أتكلم عنها. عسى ما قتلوه بس. لا مات موت طبيعي. فخشي الوالد أن يأتي لينكر ما قاله في السابق. لكن في الأخير قال: نحن أهل علم، يتفضل يجي. فجاء وجلس في الطاولة وبدأ يخرج شرائح، سلايدات، الشرائح القديمة هذيك اللي في البروجيكتور توضعها ويضعها أمامه. قل جيبوا لي هذا وجيبوا له. إيش قال: أريد أن ألقي محاضرة لأطباء لمنتسبي كلية الطب. فأعلنت المحاضرة على أساس أنه بروفيسور كيث مور سيأتي، فجاءوا من الدمام من الظهران ومن الرياض يحضروا محاضرة مور، هذا أبو علم الأجنة جاء. فعندما رأوا ما هي المواضيع التي سيتكلم عنها فلم يجدوا اسم لها غير مطابقة علم الأجنة لما جاء في القرآن والسنة. الله. المحاضر من؟ بروفيسور مور. الله. والمقدم له الدكتور عبد الله عمر نصيف. مش الزنداني. لا، الذي قدم للمحاضرة الدكتور الزنداني حاضر، الشيخ الزنداني حاضر، لكن الذي قدم له رئيس الجامعة. ومطابقة علم، وبدأ يشرح وكذا كذا. ثم قال: وإن هذا الكلام يثبت لي أنه لم يأتي إلا من عند الله، وهذا يثبت لي أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. وبدأ يتبنى هذا الأمر ويقول: أي مؤتمر في العالم في هذا المجال ادعوني أحضر له مباشرة. وفعلا ما أقيم مؤتمر إعجاز طبي أو إعجاز علمي في أي مكان. مؤتمر الطبي السعودي السادس، المؤتمر الطبي السعودي السابع، الثامن، مؤتمر الإعجاز الطبي في القاهرة، مؤتمر الإعجاز العلمي في إسلام آباد، كلها كان يحضرها وكان يأتي بعلماء معه. هل أسلم؟ أسلم الحمد لله. أسلم ومات مسلما. لكنه كان يخفي إسلامه لكنه كان يتكلم بصراحة. بل أنه سمح لإضافة في كتابه هذا المرجع للعالم، أضاف نسخة إسلامية وأضيف في كل باب من الأبواب ما يتكلم عنه الطب، ثم أمامه الآيات القرآنية والحديث النبوي وشرحها. الله.
مرحلة رقم 1 هي النطفة، يتكلم آيات النطفة. مرحلة 2 العلقة، يتكلم آيات العلقة، إلى أن تأتي الأمشاج، إلى أن تأتي المشيمة، إلى أن تأتي الثلاث الجدران للرحم. شيء عجيب. هذه قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل من السماء وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. جدار الرحم، جدار المشيمة، جدار البطن، 3 ظلمات. وهذه من القصص العجيبة. في ظلمات 3 لم يقل في ظلمة. إيه؟ ظلمات، لأنه كل هذه جمع القلة. إيه؟ جمع القلة من 3 إلى 10. نعم. وهذه ظلمات مستقلة، بعض مستقلة، كل واحدة منهم لوحدها. نعم. جميل. فهذه قصة. وهنا بدأ الاهتمام بهذا الجانب، وبدأ الإنجاز في الإعجاز العلمي، الإعجاز الطبي، وهو علم الأجنة، وكان أساس التثبيت له هو هذا. فهذه قصة كيث مور كمثال على ذلك مما طرحت. فبدأ ينطلق في هذا المجال وأعطيت له، وبدأ يلقى القبول عند الناس والجامعات، فتشجعوا وبدأت الأبحاث. فبدأ كيث مور يأتي بعلماء معه، ثم بدأ علماء في مجالات أخرى بدأوا يأتون ويحضرون، وتكثر الأبحاث في هذه. وفي قصص كثيرة من هذه. طيب، ما هي قصة داود موسى بيتكوك؟ داود بيتكوك هذا في قصة انشقاق القمر. بيتكوك هذا داود موسى بيتكوك هو أستاذ الاقتصاد في جامعة أعتقد هارفارد في بريطانيا. أستاذ الاقتصاد هذا سمع في التلفزيون الكندي البريطاني مقابلة مع 3 رواد من رواد الفضاء الأمريكان من وكالة ناسا، والمذيع يقول لهم: أنتم صعدتم إلى القمر ورجعت لنا بشوية حجار، دفعتم مليارات للرحلة هذه ورجعتم بشوية حجار وزعتوها على رؤساء الدول. ايش الرحلة هذه الذي كلفتكم هذا؟ ليش ما لو وزعتوها على الفقراء كان أفضل لكم؟ ما هي العائد العلمي الذي جئتمونا به؟ لم نجد أي عائد علمي فيه. فخشي رؤساء البعثة الناسا على سمعتهم العلمية، فقالوا: لا، حقيقة لم نذهب نحن هكذا، لكننا رصدنا انشقاقات في القمر، تصدعات في القمر رصدناها، فوجدنا أن هنالك تصدعات حول القمر كامل، فأردنا أن نذهب نرسل رحلة لنكتشف هذه التصدعات ما هي. فوصلنا إلى هناك فوجدنا كأن القمر انشق نصفين ثم عاد، لكن لم يعد كما هو مباشر، يعني بميلان أو كذا، فلم تلتئم الحجرة السوداء مع الحجرة السوداء والحجرة الصفراء، فالتأمت بكذا فشكل هذا التصدع. فأردنا أن نأخذ حجار لندرس متى حصل هذا وما هو الكذا وما هي الآثار العلمية، فلم نستطع، لم يكن معنا المعدات، فجبنا شوية حجار تغطية لنعطيها لهذا، لكننا سنواصل البحث في هذا الجانب. هذا داود موسى بيتكوك هو يهودي، وكان يسمع هذا الكلام استغرب، قال: معقول أنه ما فيش أي حضارة من الحضارات كتبت التاريخ لو حصل هنالك انشقاق في القمر؟ فبدأ يبحث عند جميع الأديان، عند الصينيين، عند الهنود، عند الكذا، هل سمعتم؟ هل في تاريخكم شيء؟ ما فيش، إلى أن وجد المسلمين آخر ناس توقع أنه يكون عندهم الرد. كيف ونحن وإياهم يعني أصحاب الشرائع السماوية. نعم. فجاء بعدين لعند المسلمين قالوا: طبعا عندنا تاريخها وسببها وليش ولماذا أين هي؟ قالوا: تفضل. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة بالدعوة وبالرسالة السماوية، قالوا: اعطنا آية كما أرسل الأولون. نعم. نريد منك آية زي ما الأولين جاءت لهم، ما ينفع القرآن هذا، ما ينفع الكذا. فخرج ودعا: يا رب أرهم آية. فشق له القمر نصفين، اقتربت الساعة وانشق القمر، فشق له القمر نصفين، فخرج الرسول يصيح، يعرض ويقول: سحر مستمر. فخرج الرسول يصيح: اشهدوا اشهدوا. فقالوا: محمد ساحر، سحر أعيننا فأرانا القمر مشقوق نصفين، لكن سحره هذا لن ينطلي على من هم خارج بعيد عنا، سيأتي القوافل التي ستصل إلينا سنسألهم
فإذا كانوا فسيقولون لنا أكيد أنهم لم يروا ذلك. فعندما جاءت القوافل وسألوها قالوا نعم انشقت ولا ندري لماذا في يوم كذا في كذا في كذا. قالوا الله 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 هذا محمد ساحر كبير جدا، سحره مستمر، استمر ووصل إلى بقاع الأرض، لذلك اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ايش وكذبوا نعم. واتبعوا اهواءهم. نعم. ايش بعدها؟ وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، اي انه مسجل الى اخر الزمان ستجدونه. ولذلك اليوم الايات والاكتشافات العلميه بدات تكتشف. بعد هذه المقابله اسلم هذا داود موسى واسس حزب اسلامي في بريطانيا اسمه الحزب الاسلامي البريطاني وهو رئيسه. سبحان الله. وبعد هذا مباشرة ألغوا كل الأبحاث التي كانت تتكلم والمقابلات التي كانت تتكلم عن هذا من وكالة ناسا. عجيب. لا يعرفون أنه سيسلم ناس كثير من العلماء، وحاولوا يخفوها ويخفوا كل الأبحاث كما أخفوا أبحاث أخرى كثيرة في هذا الجانب. وما من آية في السماوات والأرض يمرون عليهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم هو قال هو قال ما قال نكن له العدا ثم يبدأون يحرفون الكلمة عن مواضعه. أعوذ بالله. هذه قصة إذن داود موسى بيتكوك. هذه هي قصته. نعم. من ضمن هذه الأشياء. طيب كان الشيخ أيضا وقف على عالم أظنه ألماني قد شاهدت له هذا في الثمانينات أنا أيضا في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. نعم صحيح. ما هي هذه القصة؟ ما أدنى الأرض؟ طيب هذا أولا قضية غلبت الروم. حتى نعرف قصة غلبت الروم لماذا؟ كان الروم أهل دين والفرس مشركين، أهل وثن. نعم. وثنيين. فانتصر الفرس على الروم. فخرج أهل مكة يعيرون النبي وأصحابه. نعم. أهل الوثن انتصروا على أهل الدين وأنتم مصيركم مثلهم فلا تفرحوا. هكذا كان يقول. نعم. فحصل عند المسلمين نوع من وعند الرسول وإنه لا يضيق صدرك بما يقولون. نعم. الرسول بشر يضيق ويضيق صدر المسلمين. طيب. فنزلت هذه الآية. هل تسمح لي أقرأها كلها للمشاهدين؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فنزلت هذه الآية فخرج أبو بكر يصدع بها في مكة. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. يصدع حتى يغيظ الذين كانوا يعايرونهم ويكذبونهم. فأبو جهل مسكو قال تعال وين حتروح؟ أنت الآن بتقول أنهم حينتصروا في بضع سنين؟ قال نعم. قال أتراهنني؟ قال أراهنك. قال على كذا من الإبل؟ قال على كذا. بضع سنين حددوا عدد من السنوات ولم يكن الرهان قد حرم في حينها. نعم. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال لقد حصل كذا وكذا وكذا وكذا. قال اذهب وزد في الأجل وزد في الرهان. لأن الأجل مش اللي ذكرته. البضع من 3 إلى 9. صحيح. اذهب وزد في الأجل وزد في الرهان. نعم. فذهب وزاد في الأجل وزاد في الرهان. عندما انتهت جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ المهاجرين يهاجرون إلى مكة. فأبو جهل مسك أبو بكر قال له تعال وين رايح؟ بيني وبينك رهان. انت حتهاجر وبعدين من اللي حيسدد الرهان؟ عجيب المجرم هذا. على وشك ينتهي الرهان الفترة بيني وبينكم. لابد أن هنالك. قال هذا ابني عبد الرحمن ضامن لي. الله. هذا يضمن. يا عبد الرحمن تضمنه؟ قال أضمنه. الله. فبعد أن هاجر أبو بكر جاءت معركة بدر. فجاء أبو جهل يريد أن يخرج فعبد الرحمن مسك أبو جهل وين حتروح؟ بينك وبين أبي رهان وين رايح؟ هذا تعال. قال ابني عكرمة يقوم عني بالرهان. جميل. ذهب أبو جهل ودخلت معركة بدر وانهزم
المشركون في معركة بدر وفرح المؤمنون بنصر الله، وكان في تلك الفترة انتصر الروم على الفرس في نفس معركة بدر. سبحان الله. فلذلك الآية ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فهي بشارة للنبي أن الله سينصره في بدر. في بدر كان انتصار الروم في نفس الفترة الذي نفس السنة الذي انتصر فيها بدر. عجيب. وقتل أبو جهل صاحب الرهان ويومئذ يفرح المؤمنون. وهل أخذ عبد الرحمن ابن أبي بكر يعني قد قتل أبو جهل بنفسه، قد ذهب بنفسه. المعجزة الأخرى الذي موجودة إلى اليوم، انظر هذه معجزة في ذلك الزمان، تبشير بنصر الروم على الفرس وتبشير للمؤمنين بنصر الله. والمعجزة الموجودة اليوم أن المعركة هذه تمت في أدنى الأرض. أدنى الأرض ماذا نستطيع أن عندما تقول أدنى إما أبعد أو أخفض. الفرس هزموا الروم ليس في أبعد منطقة في الأرض، ليس في أبعد منطقة في الأرض، وهي منطقة اليرموك، منطقة الأغوار. طيب لو قلنا أدنى، ما أعلمهم أنها أدنى، ما أعلم محمد أنها أدنى في ذلك الزمان، لا في GPS ولا في مقاييس الذي صحيح، ولا في دراسات جغرافية ولا بيولوجية ولا شيء. بالضبط. فمن أعلمه بذلك؟ صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا العالم الألماني الذي جاء كان قال له الوالد أدنى الأرض هي منطقة كذا كذا، قال لا أدنى الأرض في كذا في أمريكا، وراح وجاب الخريطة ويحط يده وإذا بها منطقة الأغوار، وإذا بأدنى الأرض في منطقة، قال كلامك في فلسطين. أدنى هذه الأرض منطقة الأغوار، البحر الميت الذي فيها البحر الميت اللي وقعت فيها الذي هزم فيها الروم. فهذه هي أدنى الأرض. هذه من الآيات التي جاء القرآن يذكرها، والتي تؤيد أن هذا القرآن لم يأتي لمحمد إلا من عند الله، وهذا يثبت أن محمدا هو رسول الله. جميل. هنالك من الآيات الكثيرة. وأنا أعتقد هذا العالم الألماني أيضا أسلم. قال أنه لا يمكن لأحد أن يقول هذا الكلام من بشر، وأن هذا الكلام لا بد أن يكون جاء من خالق البشر من خارج الكذا، لكن لم يعلن إسلامه فيه. سبحان الله. نعم. جميل. أنا أذكر هذه القصة، وأذكر الشيخ وهو كان يناقش مع هذا العالم الألماني في قضية في أدنى الأرض. أيضا مما أذكره أن الشيخ رحمه الله كان متميز في تقديم مكملات غذائية أو علاج للسرطان والإيدز. ولما كنت طالبا في مرحلة المتوسطة والثانوية كنت أسمع أن لفيف من المرضى يذهبون إلى اليمن ويعالجون من قبل الشيخ رحمه الله. صحيح. هو من ضمن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة تم الدخول في الإعجاز الطبي كجزء من هذه الأبحاث. ومن الإعجاز الطبي التي هي سواء علم الأجنة وغيرها، والإعجاز الطبي والإعجاز التداوي. وأخذ الشيخ والفريق الذي معه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تتكلم عن هذا الجانب، وبدأ يبحث فيها لأنه أتيحت له معامل ومختبرات جامعة الملك عبد العزيز، وبدأ يبحث فيها موضوع الذباب. إذا ولغ الذباب في أحدكم فليغمسها ثلاثا فإن في جناح الأول داء والثاني دواء. وجربوا هذه العملية وفعلا وجدوا أن عند الغمسة الأولى يقتل 50% من البكتيريا، الغمسة الثانية تقتل 95%، 90%، الغمسة الثالثة تقتل 98% من الجراثيم، وما بقي لا يؤثر، أصبح شبه ميت. فهذه من ضمن الأبحاث الذي عملوها. كذلك عملوا أبحاث في قضايا السرطان وفي قضايا علاج الحبة السوداء والعسل والأشياء هذه، وجربوها على الأمراض وجاءوا وجدوا ما هي الأمراض. ولأنه صيدلاني أصلا فبدأ بعملية الأبحاث بطرقها العلمية، بدأ بالأبحاث المعملية في الأطباق، ثم على الفئران والأرانب، ثم على الإنسان، وجربوها فوجدوا نتائج باهرة في هذا الجانب. عالجوا حالات من السرطان، عالجوا حالات من الإيدز، عالجوا حالات من الفيروس الكبد C عالجوا. واكتشفوا أن الأمراض بشكل عام هي لا تخرج من ثلاثة، التي هي أمراض فيروسية وبكتيرية وأمراض مناعية وأمراض جينية.
وهذه كلها عندما استنبطوا من الأحاديث النبوية ومن القرآن استنبطوا منها طريقة العلاج وأسلوب العلاج وأساسه وما هي الأدوية وماذا يفيد هذا في هذا وكيف يستخدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشير إلى كذا، اعمل كذا وكذا، اذهب إلى فلان فإنه رجل مستطبب، كان يحيلها إلى الناس المستطببين، اعمل كذا وكذا ولده بهن وليدك يعلكون ويدكوا بهن. صدق الله وكذا بطن صدق الله وكذا بطن أخيك، يعني نعم. مراحل أنه لابد أن طيب تأخذ سريعا في بعض المعجزات التي وقف عليها الشيخ، منها الناصية. الناصية، بالنسبة للناصية كان يقف الشيخ على لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ليش ما قال الله سبحانه وتعالى ناصية كاذب خاطئ وأحال الخطأ والكذا إلى الإنسان، بل قال ناصية كاذبة خاطئة، يعني أن الكذب والخطأ هي الناصية اللي بتكذبه، الناصية التي هي جبهة الإنسان، الجبهة مقدمة الإنسان. نعم. وإن من شيء إلا هو آخذ بناصيتها. سبحان الله. إذا أخذ بناصيتك خلاص قعدك يمين يمين شمال شمال. فبدأ يتابع هذه القضية، وكأن الكنترول هنا، الكنترول هنا في هذه الناصية. نعم. فكان يبحث يا رب يا رب كيف كذا، إلى أن وصل إلى بحث عملوا فيه، شالوا فيه، طبعا كانوا يأخذوا من المحكوم عليهم بالإعدام في أمريكا وفي أوروبا، المحكوم عليهم بالإعدام ويجروا عليهم الأبحاث، يعطوهم يقول لهم اعملوا الأبحاث بتلقاء، ثم يأخذوا ويفتحوا الجمجمة بدون أن يؤثروا على، ويرفعوا الجمجمة، ثم يأتي بمشرط كهربائي ماسك بقلم كهربائي، يمسك هنا فتجده حرك يده، يمسك هنا تجده حرك رجله، يقول ليش حركت رجلك؟ يقول ما حركت رجلي، أنت اللي حركتها. سبحان الله. أنت اللي حركتها. ليش حركتها؟ أنت اللي حركت كذا. إذن فالخطأ يأتي من هذه المنطقة، مصدر الأمر هنا. سبحان الله. فهي الذي تخطئ وهي الذي تعمل وهي الذي كذا. فلذلك لم يقل ناصية خاطئ كاذب، لا، هي الخاطئة هي الكذب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما كان مصدر الأوامر منها، مصدر الأوامر أحال إليها كل الأفعال، أحال إليها كل الأفعال، ناصية كاذبة خاطئة. ولذلك عند اللهم إني عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك. الله، ناصيتي بيدك يا رب. الله. هذا الناصية التي فيها الخطأ والكذا أنت بيدك يا رب العالمين. الله احكم بها حكم. نسأل الله تعالى أن يجعل نواصينا بيده. نعم. وأن يعفو عنا سبحانه. هذه من ضمن الأشياء التي وقف. وأذكر الشيخ كان ذكر هذا في الثمانينات برضو، أذكر أنه كان ذكر قصة رجل ضربته القطار في حادث. نعم، هذه قصة الذي ضربته القطار، وكان نعم. لكن أثبتت الأبحاث العلمية لمجموعة من الناس الذي جرب عليهم هذا. نعم. فيما بعد. نعم. جميل. شهادة المرأة وشهادة الرجل، هذه من الأشياء التي وقف عليها الوالد في شهادة المرأة وشهادة الرجل. وهذه طبعا قبل أن يقف عليها كان هنالك صراع بين الاشتراكيين والبعثيين مع الوالد في العراك السياسي، قبل أن يدخل في هذا الجانب في مسألة العراك السياسي بين الرجل والمرأة، وأن الإسلام يحقر من المرأة، وأن الإسلام يعطيها كذا وكذا ويأخذ منها كذا كذا، وأنكم لا تساوون بين الرجل والمرأة، وأنكم كذا كذا. فقال لهم الوالد اسمعوا، أنا مستعد أن أساوي بين الرجل والمرأة، ولكن بشرط، ساووا لي بين الرجل والمرأة في 3 أشياء. قال جميل. ما هي؟ قال بطن ببطن وضرع بضرع وشهر بشهر. قالوا ايش يعني؟ قال مرة يحبل الرجل ومرة تحبل المرأة، بطن ببطن، سنة تحبل المرأة وسنة يحبل الرجل، ساوهم في هذا. جميل. 2 ضرع بضرع، مرة يرضع الرجل ومرة ترضع المرأة. جميل. الثالثة شهر بشهر، مرة يحيض الرجل ومرة تحيض المرأة. قالوا هذا ما يمكن. قال طيب ما تريدوا أن تساووها في هذا وتريدوا أن تساووها في أشياء أخرى؟ الإسلام جاء كرمها أكبر من عملية التسوية، ثم جاء بهذه وبدأ في بحث في هذه الآية التي هي في شهادة الرجل بشهادة المرأتين، في سورة فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا؟ العلة فين؟ هل لنقصها؟ لا، قال أن تضل إحداهما، أي أن تضيع معلومة إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما قال فتخونها تقول لها لا أنت كذابة، لا، فتذكرها من التذكير. لماذا؟ اكتشفوا أن للرجل مركزين،
في الفص الأيمن وفي الفص الأيسر، وأن للمرأة مركزين في الفص الأيمن وفي الفص الأيسر، لكن الرجل المركزين هؤلاء مركز في الفص الأيمن خاص بالكلام، ومركز في الفص الأيسر خاص بالذاكرة. فإذا تكلم اشتغل مركز الكلام لوحده، وهو يتكلم يستطيع مركز الذاكرة أن يتذكر، فيستطيع أن يتذكر ما وهو يتكلم، ما فيش مشكلة، مركزين مستقلين كل واحد بيشتغل لحاله. المرأة وجدوا أن لها نفس المركزين، ولكن للمركزين نفسهم الاثنين بيشتغلوا إما للكلام وللذاكرة في نفس الوقت. الله. فالمرأة كلامها كثير. الله. طبيعة خلق المرأة لابد أن تكون تعطي وكذا وكذا، وعاطفتها مع الولد مع المال كذا، وفي نفس الوقت ذاكرتها أقوى لو سكتت، فهي تتذكر كل شيء. ولذلك النساء في الاختبارات التحريرية أفضل من الرجال، لأن معهم مركزين ذاكرتين لو سكتت. أي. لكنها ممكن وهي تتكلم فيأتي خلايا الكلام التي تتكلم فيها المعلومة التي شهدتها، فلا تستطيع أن تستخرجها وهي تتكلم. إذن ما الواجب؟ إذن لابد أن تسكت، فعندما تسكت تبدأ تستخدم الذاكرة، فتتحرك هذه الخلية بالتذكر، أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فطلب شهادة امرأتين بحيث إذا هذه بتسمع بذاكرتين وهذه بتتكلم بذاكرتين، فإذا أخطأت أو نسيت شيء تقول لها لا لحظة الموضوع الفلاني، فتسكت، فعند سكوتها يشتغل المركز بالذاكرة فتتذكر أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فمن أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن في هذه الذاكرة في هذا المكان؟ اي نعم، في هذا المكان الذي أعطاه هذه في كل فصل الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذا الذي قدر، هو القادر، هو الرحيم، سبحان الله، هو المقتدر، هو الرحمن. اكتشفوا بمعلومات علمية دقيقة أن للرجل ذاكرة في اليسار، ذاكرة مركز للكلام ومركز للذاكرة، والمرأة مركزين كلاهما للذاكرة وللكلام. وهذا منصوص الآن عليه في علوم موجود من العلوم الحديث هذه من سبحان الله. وقرآننا يقول أن تضل إحداهما فتذكر، مش تخونها، مش تظلم، ليست خائنة وليست كذا. ولذلك جعلها الإسلام من باب الحيطة حتى لا تقع في الخطأ. حديثنا بإسلام أهل اليمن ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. كم المدة الباقية لنا حتى ما بقي شيء، من أول هو يقول لي قفل وأنا قصة أهل اليمن. طيب هي أولا أنت تعرف أن أهل اليمن لم يسلموا إلا بعد فتح مكة. جميل. وقبلها عندما حدث صلح الحديبية أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسله إلى ملوك كسرى وقيصر، فكان رسالة من الرسالات أرسلها إلى كسرى: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس. نعم. فغضب كسرى ومزق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، واستهانته بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالعرب وبهؤلاء الأعراب، لم يرسل حتى من عنده قوات لتأتي بمحمد، لم يتنازل، بل أرسل إلى حاكمه باذان في صنعاء، قال اذهب وارسل FBI من عندكم. مش مستعد أنا أرسل من عندي، أرسل الاستخبارات تبعك من هناك 2 بس يجيبوه من المدينة لعندي إلى المدائن. فتخيل يتحرك 2 بأوامر من كسرى إلى باذان، ويتحرك من صنعاء إلى المدينة، وهم في طريقهم القبائل اليمنية. وين رايحين؟ قالوا والله كلفنا كسرى ربنا أرسلنا إلى محمد لكي نأخذه. واليمنيين كانوا يسمعون: ظهر محمد في مكة، هاجر محمد، هذا طرده قومه، كذا كذا، منتظرين هل هو نبي أو نبي. فعندما قالوا إن كان نبي فسيكفيه الله، وإن لم يكن نبي فقد كفاكم كسرى، تتعبوا ولا تروحوا أهل اليمن تتأكدوا. فهكذا مروا بالقبائل اليمنية، همدان ومدحج والقبائل التي وإلى أن العسير، قبائل العسير كامل، حتى وصلوا إلى المدينة وجاءوا للنبي. قصة المعروفة عندما جاءوا إليه على يمينه فكان يلتفت على يساره، يأتوا إلى يساره كذا، وقال من أمركم بهذا؟ قالوا ربنا. قال أما ربي فأمرني أن أعفي هذا وأن أحف هذا. فقالوا لو أنت مطلوب
عندنا استدعاء لك من السي اي اي تحضر الى تجاوب. فقال لهم تعالوا بكرة الرد لكم غدا. فجاءه جبريل في الليل وأخبره أن الله قد سلط أنوشروان ابن كسرى على كسرى فقتله في تلك الليلة. الله، وصله الخبر بث مباشر. نعم بث مباشر دايركت. فجاء اليوم الثاني الصباح جاء قالوا ها أخبارك، ها مستعد؟ قال اذهبا إلى باذان فقولا له إن ربي قد قتل ربه البارحة. ايش؟ عندك اتصال لاسلكي مباشر بلغوك ولا ايش؟ الخبر ما ياتي الا بعد شهر من المدائن، صحيح، لا يصل الينا الا بعد شهر، وانت بتقول البارحه قتلوا؟ قال ما معكم؟ قالوا انت عارف جزاء هذا ما هو؟ قال نعم. وعادوا ادراجهم الى صنعاء، وفي الطريق القبائل اليمن استقبلوا، ها وين محمد؟ ها ايش سويتم في محمد؟ قالوا والله يقول إن ربه قتل ربنا في ليلة كذا في يوم كذا. قالوا إن صدق فهو نبي. اللهم صل. إن صدق فهو نبي. عادوا إلى باذان وقالوا لباذان حصل كذا وكذا وكذا. فقال عاقل، كان عاقل باذان، بل باذان الفارسي كان عاقل. قال والله إن كان حقا فهو نبي، ننتظر البريد يأتي من المدائن. فجاءت القوافل التي فيها البريد ومرت بالقبائل، والقبائل يسألون ايش اخباركم؟ اعلامكم؟ والله قتل كسرى. من قتل؟ في اي ليله؟ قالوا في ليله كذا في يوم كذا. صدق رسول الله، نشهد ان لا اله الا الله نشهد. وامن اهل اليمن، امنوا، ما تمر القافله من قبيله الا وتدخل بالاسلام. آية من الايات، الى ان وصل الى كسرى الى باذان وقال له، قال ان كان لقد صدق محمد والله أنه نبي، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. ودخل أهل اليمن في الإسلام فأرسلوا رسلهم إلى المدينة، فات علينا يا رسول الله ارسل من يعلمنا الدين. فأرسل لهم 10 رسل من ضمنهم معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب، وأرسل إلى صنعاء وبر بن يحنس الخزاعي. هذا الذي أنا كنت أريد أن تذكره لنا. وبر بن يحنس الخزاعي، وبر بن يحنس الخزاعي جاء إلى صنعاء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ادعهم إلى الإيمان، فإن أطاعوا لك بها فاشرع لهم الصلاة، فإنهم أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان باذان. حدد الموقع، بستان باذان الذي هو حاكم صنعاء، نعم، عند الصخرة التي من أصل غمدان. قصر غمدان عندما هدم فكان زي ما تقول قصر الصخرة الرئيسية حجر الأساس، حملوها إلى بستان الحاكم ووضعوه هناك. قال عند الصخرة التي من أصل غمدان، ثم وجه وحدد قبلة، قال ثم استقبل به الجبل الذي يقال له ضين. جبل ضين في محافظة عمران، يبعد 50 كيلو عن صنعاء ومكة. هل النبي صلى الله عليه وسلم سافر إلى اليمن؟ لا، لم يدخل اليمن. لا أقول لك شيء. ومن جبل ضين إلى مكة 850 كيلو، نعم، ومن هناك 50 كيلو. طبعا هي قصة طويلة مع الوالد، حدثت معي مع الوالد، لكن نهايتها جئنا بجوجل إيرث وأخذنا من قبلة الجامع الكبير القديمة وليس الجديدة التي أسسها النبي والذي حافظ عليها اليمنيين، وحافظوا عليها بدعامتين اسمها المسمور والمنقورة، وأخذنا خيط إلى جبل ضين فأوصلنا إلى وسط الكعبة. الله، بالدقة. خرجت إلى مسجد يبعد 50 متر وشفت، مريت جبل ضين قلت أشوف فين يوديني، خرجني 23 كيلو خارج مكة، وهذا يبعد 500 متر فقط، خرجني 23 كيلو خارج مكة. هذا اللي هو، فشوف الدقة. الجي بي اس الذي النبي في المدينة ويتكلم عن 3 إحداثيات بعيدة عنه، صنعاء، عمران، مكة، وهو في المدينة. بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن الذي أعطاها الإحداثيات هذه؟ أي والله، من الذي خلق. زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. زوى الله مثل ما نشوف الكرة الأرضية اليوم أمامنا. شفت الكرة الأرضية اللي جابوها لنا ونشوف الكذا جوجل وكذا، الله زوى له الأرض هكذا وشاف كل شيء، رأى كل شيء صلى الله وشاف عليه كل وسلم. شيء. بأبي وأمي. الحقيقة كان لقاء ماتعا مع شيخكم الكريم الشيخ عبد الله الزنداني، جزاكم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يزيدكم من فضله وعلمه، وأن تسيروا على ما سار والدكم رحمه الله تعالى ورحم علماءنا جميعا. مشاهدينا الأكارم، كنا في لقاء ماتع مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المجيد الزنداني، عميد كلية الاقتصاد بجامعة الإيمان،
الباحث أيضا في العلوم الإعجاز العلمي مع والدي سابقا وحاليا. أتقدم إليه بالشكر الجزيل كما أتقدم إليكم مشاهدي الأكارم. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة وزاد إيمانكم بالله عز وجل، وتعرفتم على ربكم أكثر، وقوي إيمانكم بنبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وجعلنا وإياكم من عتقائه من النار. وإلى الأمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفكر يا إنسان لو